لو انت هتدي عنف وخناق وزعيق وتجاهل وعدم وجود ومجرد بتدي فلوس، هي دي نظرتها للذكر، هي دي نظرتها للرجل. لكن لو انت بتدي ودن، بتسمع، حنية، اهتمام، هي دي نظرتها عن الرجل في المجتمع. فبلاش تساهم في ان انت تشوه نظرتها للرجل بانك انت تتجاهلها وهي صغيرة عشان انت اللي عندك قصور في انك تتعامل معاها. لو مش عارف اقرأ، اسأل، دور، لكن ما تتعالاش على انك انت تبقى مش عارف. ما هي دي اول مرة يبقى عندك بنت، ليه انت شايف انك لازم تكون عارف تتصرف؟ لا، حضرتك دي اول تجربة ليك في الموضوع، فبلاش تتعامل معاها بالتجاهل والبعد. في حاجات البنات بتبقى مامتها هي سرها، لكن وجودك وكلامك معاها بيساعدها انها ممكن تحكي لك. اوعى تنسى ان انت اول مصدر امان ذكوري في حياتها. لو بوظته هتبوظ حياتها كلها. لو تعاملت معاه بهدوء وبحكمة وما تعالتش عن انك تقول انا مش عارف اعمل ايه، اديني فرصة افكر وارجع لك تاني، تأكد ان انت هتوصل بنتك لبر الامان. مفيش داعي انك تساهم في انك تعمل لها بعككة نفسية في التعامل مع الاخرين. وهي هتتعامل عشان في يوم من الايام هتتجوز، وفي يوم من الايام هيبقى عندها اولاد. فمن الافضل انها تكون خدت الامان والرعاية والحب والاهتمام من اول مصدر ذكوري في حياتها.